السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد في وصفة من مطبخ محمد مرتع ومن قناتنا على التيك توك من كل بحر قطرة. اليوم وصفتي حتكون اللي هو الباستو صوص. فكان عندي أنا ورق ريحان، لأن عملت البيتزا الأسبوع اللي فات، فزاد عندي ورق الريحان، فقلت لازم أستفيد منه وأعمل منه اللي هو الباستا صوص. فسهلة وبسيطة وما يبغى لها أي غلبة، بس هذه هي الموجودة. برمجان، جبنة البرمجان، فلفل أسود، ثوم، عين الجمل، وملح، والريحان اللي هو ورق الريحان. ما يبغى له أي شيء، أهم شيء يكون ورق الريحان نظيف ومغسول وناشف، ما يكون بمويته فتتنشف. وبعدين في عند زي كذا اللي عنده النشافة هذه تنشف الخضار تبع السلطة، ممكن استعملها. فالآن هحط ورق الريحان. الريحة في الاستديو هنا ما شاء الله ريحتها باستا صوص قبل لا أعمل الباستا صوص. بسم الله. ايش فائدة الزبدة هذه؟ الزبدة تعطيها الكريمية في هذا. الإيطاليين ما بيستخدموا الزبدة، لكن استخدموها في هذه الوصفة، هم بيركزوا على زيت الزيتون. فهذه وصفة إيطالية، يعني الإيطاليين بيستخدموا زيت الزيتون، ولكن أضافوا الزبدة هذه عشان تعطيها تكون الصوص يكون كريمي، فأضافوا عليها زبدة مثلجة أو باردة اللي هي متماسكة قطع زي كده. الآن خلينا أضيف زيت الزيتون. بسم الله. وزيت الزيتون طيب كثر انه ما في مشكلة. طيب خلاص نحط كل المكونات الآن، اللي هو البرمجان والفلفل الأسود والثوم. الثوم خلينا نهرسه أحسن، والملح وعين الجمل. أنا هحط كم حبة الآن وبعدين أشوف إذا احتجت أضيف عليها. قال هي زيت زيتون كثير لأن ما في لها سوائل غير زيت الزيتون. أحط قطعة من الزبدة. بسم الله. خلاص كده تقريبا الوصفة علقت. شايفينها كيف ما شاء الله، ولسه حترتاح في الثلاجة ما شاء الله تصير ولا أروع. شغلكم من بيتكم، لا عليه مواد حافظة ولا عليه أي إضافات غير اللي أنتوا حطيتوها بنفسكم. وتعملوا مكرونة، تعملوا باستا، تعملوا أي اللي تبغوه تضيفوه، ما شاء الله من صنع يدكم. فين حاطه في القارورة هذه واحتفظ به في الثلاجة. خلاص غلقت وصفتنا. هذه هي صوص الباستا، بس ما يبغى له أي شيء. كل المكونات تنحط في البزبز أو الفود بروسيسور الصغيرة بس وخلاص. وبعدين انتوا الطعم تستطعموا ايش ناقص، ايش يبغى له، ايش اضافه، خلاص تضيفوا عليه. كله قدامكم بتعمل. ان شاء الله تقدروا تسووها وتعملوها. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسوني من خالص دعاكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم، أراكم في وصفات قادمة. مع السلامة.